ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وها قد عدنا من جديد ونكمل أو حلقة جديدة من هاري ولات وعجن الخميس، والحلقة التانية من المراجعة النهائية من قصة رجل الأعمال الراحل محمد أمين، والقضية 188 لعام 22. ولو مش عارف أنا بتكلم عن إيه، ارجع للحلقة اللي فاتت وحديثنا عن وفاة رجل الأعمال الشهير أول الشهر محمد الأمين، ومن هو محمد الأمين وكيف أصبح من رجل أعمال لرجل إعلام، ثم عاد مرة أخرى أن يكون رجل أعمال ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. وطبعا أنا نسيت أعرف نفسي زي ما المفروض في أي بودكاست. أنا اسمي زينب أو زنوبيا، وأنا صحفية ومدونة، وده البودكاست المستقل الذي لا يمثل آراء المؤسسة التي أعمل بها. هي مساحة للهري واللت والعجن زي ما هو اسم البودكاست. المهم هنرجع تاني لمحمد الأمين الذي قبض عليه. احنا وقفنا ان هو قبض عليه في 7 يناير 22 بعد بلاغات رسمية قدمت للنيابة وخط لجنة الطفل ووزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك على الأقل 3 فتيات في دار للرعاية والأيتام مملوكة له في محافظة بني سويف، واللي هي قد تم افتتاحها في مارس 2021. كان في اتهامات بأن ال3 فتيات قد تعرضنا لتحرش والاعتداء الجنسي على يد محمد الأمين نفسه. ومن قام بإبلاغ النيابة كان رامي الجبالي الناشط والأدمن لصفحة أطفال مفقودة المتخصصة في قضايا الأطفال والعائلات المفقودة، وأيضا حوادث الانتهاكات في دور الرعاية بمصر. ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. انا طبعا نسيت اقول، او مش نسيت، انا جبتها بحاجة صغيرة، بس انا في رأيي مهم ان احنا نذكر البيان ده. ان يوم 8 يناير نزل بيان من وزارة التضامن، وهنا وزارة التضامن قالت ان كانت اغلقتها وزارة التضامن الاجتماعي فورا بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون، حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقع بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة. برضو أنا فاكرة أن أنا قلت أن كان في يوم 8 يناير الوزيرة الدكتورة نيفين قبقاش طلعت في جولة في التوك شوز بتدافع عن نفسها وعن اللي حصل، وبتتكلم أن هي ما كانتش تعرف باللي حصل، وان هي كانت غضبانة جدا، وان محمد الأمين حاول يتصل بيها بعد ما تم الأمر بإغلاق الدار. كان لسه ما تمش لم يتم القبض عليه، وهي رفضت ترد عليه. المهم أنا دلوقتي هنط من 8 يناير ل5 فبراير. 5 فبراير النائب العام أمر بإحالة محمد أمين لمحكمة الجنايات لإتجاره بالبشر. حط هنا 20 خط. ده كان يوم 5 فبراير. وهنا أنا هقرأ البيان الرسمي للنيابة المصرية. أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد أمين محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهن 7 فتيات أطفال، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلال ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن الجنسي، وكان ذلك مصحوبا بهتك عرضهن بالقوة والتهديد إرضاء لشهواته تحت وطأ التهديد بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه. وكانت شهادة الشهود 13 ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار وما شهد به مجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي ومدير صفحة
أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذا وقد قررت الفتيات المجني عليهن تفصيلات التعدي الذي تعرضهن آه، آه، التعدي الذي تعرضهن له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه على الوصول لعدد من الصور مع المجني عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الوقع في أيام متتالية. وقدم مدير صفحة أطفال مفقودة تسجيلا صوتيا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن، أخبرهن فيه عن تفصيلات ما تعرضهن إليه، كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهن من المتهم. ده كلام النيابة المصرية في يوم 5 فبراير 22. احنا هنا ما بنتكلمش على 3 فتيات، احنا بنتكلم على 7 فتيات قصر. طبعا هو أنا مش فاهمة ليه ما كانش هتك عرض، يعني الأمر المحكمة الحالة بتهمة هتك العرض وكان بتهمة الإتجار بالبشر. دي محتاجة على فكرة إن احنا ندور وكده. هوت 7 فتيات، كان في 13 شاهد من طالبات أو نازلات في نفس الدار. المحققين في الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، إلى جانب شهادة الباحثين النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي ومدير صفحة أطفال مفقودة اللي هو رامي الجبالي. احنا بنتكلم على 7 بنات قصر. هو رامي الجبالي في اللايف ستريم اللي نزله كان بيقول ان هو لما كلم البنات قالوا له ان هو ما كانوش بس 3، كان في بنات تانيين. ده الكلام بتاع النيابة العامة. دلوقتي في سؤال، ايه الفرق بين هتك العرض والتحرش او الاتجار بالبشر؟ يعني الاتجار بالبشر احنا عندنا الصورة النمطية اللي هي مثلا بتبقى دعارة او تجارة البشر اللي بتوين كروس بوردرز، اللي هي زي مثلا المافيا الروسية لما تنقل بنات من بلد لبلد او كده. لا، لان القانون المصري، لا هو القانون المصري في تعريفه نص قانون رقم 64 لسنة 2010 قال ان الاتجار بالبشر يعاقب عليها كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 200,000 جنيه إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضم إليها أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. هو هنا بينطبق على محمد الأمين أو انطبق على محمد الأمين الله يرحمه بقى موضوع التهمة دي عشان هو أنشأ دار للأيتام. فأظن هنا النيابة اعتبرته إن هو أنشأ دار لأغراض الإتجار بالبشر. دي حاجة. هتك العرض بتبقى المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 ل 15 عام إذا توفر أحد من الظرفين المشددين، وهما أن يكون الجاني متولي الرقابة أو الضحية أقل من 18 سنة. العقوبة تكون من السجن من 7 ل 15، وفي حالة توفرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد. لافتا إلى أن القانون إن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح. ووفقا للمادتين 269 و 269 مقرر وعقوبته الحبس 3 سنوات وان بلا 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 بلا. يعني اهو ده الفرق بين الهتك العرض والتحرش. طبعا احنا عندنا كمان في الاغتصاب، دي حاجة تانية، بس ده اللي بنقول اتجار بالبشر وليس هتك عرض.
الاغتصاب طبعا احنا عندنا موقعة الأنثى بغير رضاها والقصد الجنائي للركن المادي، موقعة الأنثى بغير رضاها ويتحلل هذا الركن لعنصرين هما الموقعة وعدم الرضا. طبعا أنا آسفة جدا لقراءتي للغة العربية، أنا حاسة إني بقتل اللغة العربية، اعذروني الموضوع ده معلش. وهو ده شرح ليه النيابة وجهت له تهمة الإتجار بالبشر. دلوقتي في يوم 13 فبراير صفحة أطفال مفقودة نزلت تسجيل صوتي مزعم لرجل الأعمال محمد الأمين بيطلب فيه من مسؤولة كبيرة في وزارة التضامن الاجتماعي تروح للدار تفطر معاه، وطلب منها تروح بدون رسميات وبدون ما حد يعرف خالص. الصفحة طلبت ان احنا نعرف بقى مين المسؤولة دي، وكانت بتسأل تساؤلات: هل هي اللي ساعدته في عمل استثناء لترخيص الدار بتاعته على الرغم من وقف التراخيص؟ هل هي اللي ساعدته في تخصيص 3500 متر في بنو السويف؟ هل هي اللي ساعدته في جلب البنات الأيتام للدار عشان ينتهكهم؟ هل هي التي تسترت على انتهاكاته على كل المدة دي؟ وأخيرا، هل دي طريقة كلام واحد بيكلم مسؤول كبير؟ معرفش ايه الكلام دوت. وهنا كان السؤال: مين الليدي اكس دي؟ الصفحة كانت بتهاجم الوزارة وعامله لها هاشتاجز زي وزارة الانتهاكات، وزارة الفساد، ناقصة واحدة، الأمين مش أمين. وطبعا يعني كان في طبعا يعني الاتهامات كلها راحت لنيفين القفقاج، وهي الست تقريبا ما كانش ليها دعوة بالموضوع دوت. 20 فبراير كان المفروض المحاكمة تبتدي بتاعة محمد الأمين قدام محكمة الجنايات، لكن تم تأجيلها ل20 مارس. المحاكمة ابتدت، والسبب ما لم يكن هناك تغطية إعلامية كخبر إلقاء القبض عليه وما تلا ذلك من تفاصيل جوسي للإعلام. على الرغم المحاكمة كان فيها تفاصيل يعني بومشل، بس هنخليها دلوقتي. كان فريق دفاع رجل الأعمال محمد الأمين يتكون من طارق جميل عزيز ومحاميه والمحامي محمد بهاء أبو شقة، ولم يدخروا يعني أقول لكم إيه، لم يتركوا خدع في الكتاب المحاميين المحترفين يعني في محاولة تبرئة موكلهم. طبعا أيام المحاكمة محمد بهاء أبو شقة هو وطارق جميل عزيز أطلقوا هجوم على الفتيات اللي هم الضحايا، تم الطعن في شرفهم. محمد بهاء أبو شقة قال إن بعضهن فقدن العذرية قبل الدخول للدار طبقا لتقرير الطب الشرعي الخاص ببعض الفتيات، مؤكدا إن ذلك ينفي ادعاءات الفتيات بتعرضهن للاعتداء منذ فترة قريبة. طب أنا مش خبيرة طب شرعي أو قانوني، بس لو إحنا قلنا circumstantial evidence ده لا ينفي حدوث يعني فقدانهم العذرية من فترة، لا ينفي وقوع اعتداء من فترة قريبة. إحنا هنا بنتكلم على حاجتين مختلفتين، يعني حاجة كده غير، يعني أنا مش عارفة أشرحها إزاي. المحامي كمان قال إن بعد خروج الفتيات من الدار ونقلهن إلى دار أخرى تم اكتشاف وجود علاقات مثلية بين البنات. طب ما برضو حتى لو في علاقات مثلية بين البنات لا ينفي اتهام محمد الأمين بالاعتداء عليهن. يعني أنا مش عارفة هو هنا التهمة، هو طبعا هو بيعمل كاركتر assassination أو إن هو بيختار شخصية الضحية علشان يبين إن هي ليست لها ثقة، فيقول إن الكلام دوت إن هم فقدنا العذرية وإن هم مثليات. هو طبعا قال الكلام ده على لسان الخبراء بتوع وزارة التضامن اللي برضو هم يعتبروا شاهد في القضية طبقا للنيابة. أنا مش عارفة ازاي. المهم بقى البومب شيل اللي كان هم عاملينها بقى قنبلة كبيرة في اللي تقلب القضية. المحاميين الاتنين قالوا ان سبب كل هذه القضية او سبب هذا الاتهام ان محمد الأمين كان متزوج زواج رسمي لمستشارة وزيرة التضامن السابقة السيدة رندا رزق، واتهموا السيدة رندا رزق بان هي اختلست منه 12 مليون جنيه كانوا اوريدي مخصصين لشنط رمضان،
وفرت هاربة، وعملت الحركة دي فيه إن خلت البنات اللي في الدار يبلغوا عنه إنه تم الاعتداء عليهم علشان تنتقم منه لاكتشافه سرقتها في أكتوبر، وطلاقه منها أكتوبر 2021. طب نقف هنا بقى عشان في عك كتير قوي يعني بصراحة، غير ان هو طبعا الراجل اتجوز على مراته ام الاربع بنات بس يعني اوكي. طب هل هو بلغ عنها رسميا فهي قررت تنتقم منه الانتقام الشديد ده؟ بعدين شنط رمضان ب 12 مليون جنيه، يعني ده لو حتى مليونير برضو انا حاسه الرقم مبالغ فيه. اصلا خلونا بس نرجع تاني للاتهام، يعني لا مش الاتهام، في حتة هنا تم يعني شربوا عليها كوباية مية، ان احنا كمان بنتكلم هنا على تضارب في المصالح واضح. المحامين في سياق دفاعهم الكلام دوت كان كاتبه الصحفي تامر ابو عرب في مارس 24، وهو حتى بيعلق عليه ان ده كان موضوع هامشي كده حصل على خلال محاكمة محمد الأمين ضمن الحاجات الكتيرة العجيبة في القضية دي. بالفعل هي حاجات كتيرة جدا عجيبة في القضية دي. المحامين في سياق دفاعهم قالوا ان الأمين وهو بيجهز التراخيص عين واحدة اسمها رندا رزق كمدير المؤسسة بتاعته بمرتب 500 ألف جنيه سنويا، وجهوا ليها الاتهام انها هي اللي لفقت الادله وورطت الامين في القضيه بسبب خلاف حصل بينهم بعد كده، اللي هو الكلام اللي هي سرقت منه 12 مليون جنيه شنط رمضان. المهم بقى مين رندا رزق تبقى مستشارة وزير التضامن، وقابلها محمد الأمين وهو بيقدم طلب الترخيص طلبت منه انه يشغلها معاه فشغلها، ده كلام المحامين بالنص. وهي نفسها اللي عينتها الوزيرة رئيسة للجنة التي شكلتها عشان تفحص المؤسسة ودار الأيتام اللي هي مسؤولة عنها عشان تحدد لو كانت المؤسسة مستوفية الشروط وينفع تاخد الترخيص أو لأ. طبعا المحامين بالفعل ده نفس التعليق، يعني الزميل تامر ابو عرب بيقولوا ان المحامين سبحان الله افتكروا دلوقتي ان ده فساد وان القانون بيمنحها تجمع بين المنصبين، مع ان موكلهم كان عارف كويس ان هي شغاله في الوزاره وهو بياخد قرار تعيينها، وغالبا يعني عينها اصلا عشان كده صباح السهبهلله. طبعا الناس قالوا له في التعليقات دولت كمان قالوا ان هي مراته يا تامر، يعني كمان مراته. يعني انا مش عارفه مش عارفة والله العظيم مش عارفة يعني ايه التعليق. طب من هي السيدة رندا رزق اللي تم اتهامها رسميا من قبل دفاع محمد الأمين بأن هي بتقف وراء كل هذه الاتهامات؟ تكنيكلي هي وراء المحاكمة بتاعته. الدكتورة رندا رزق هي كانت مستشارة وزيرة التضامن للمسؤولية الاجتماعية، هي أستاذ العلم التربوي في جامعة القاهرة كلية الإعلام، كانت عضوة في المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بالرئاسة، وكانت برضو الملحق الثقافي ورئيسة البعثة التعليمية بالدوحة سابقا. شغلت مناصب عدة من العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأجنبية، وكان هي بتقول إن علاقتها بدكتورة نيفين القبقاش كانت صداقة قبل أن تكون علاقة عمل تمتد إلى عام 2005. الجدير بالذكر إن في 26 يناير 22 أعلنت رندا رزق إن هي تقدمت بطلب اعتذار لمدة 3 أشهر عن منصبها في وزارة التضامن كمستشارة للمسؤولية الاجتماعية، لأن هي هتكون في مهمة قومية خارج البلاد لتدريس المسؤولية المجتمعية في عدد من الجامعات العربية باعتبارها خبير في هذا المجال، وبعدها ستعود للوزارة، ولا صح لما نشر عن تقديمها استقالتها بسبب خلافات أو اعتراضات عن مواقف ما. ده كان خبر نازل في أخبار اليوم. وبالرجوع في الأرشيف الصحفي أونلاين هنلاقي إن كمان كان في مقالة بيرجع تاريخها ل 5/3/2021، كانت الدكتورة رندا رزق مستشارة وزيرة التضامن للمسؤولية الاجتماعية والدعم الفني بتزور بني سويف تفتتح فيها مشاريع، وكمان كانت بتعمل زيارة لمؤسسة المستقبل الأمين المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين. هنا مكتوب ده من بوابة الأهرام. وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية إلى أن مؤسسة المستقبل الأمين
ضربت مثالا رائعا على دور المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، وذلك بعد قيامها بافتتاح دار الأيدي الأمينة ببني سويف، وهي أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى في صعيد مصر، حيث تم تجهيزها على أفضل المستويات وتقدم أفضل الخدمات. وتبعت أن المؤسسة لم تقف عند هذا الحد، بل قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأمس بوضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف، والذي يقام على مساحة 3500 متر، ويتضمن دار للفتيات بلا مأوى، ودار لرعاية المسنين، ودار لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلا مأوى، كما يضم أيضا مركزا طبيا متكاملا وحضانة نموذجية ومدرسة مجتمعية وقاعة متعددة الأغراض، مطالبة بتكرار هذا الأمر في محافظات الجمهورية المختلفة. فاكرين طبعا التسجيل اللي كانت نزلته صفحة أطفال بلا مأوى. المهم، طبعا بعد ما اسمها اتجاب في القضية علنا، صحيح هي لم يتم اتهامها رسميا، كانت الدكتورة رندا رزق نزلت بيان، بس انا ما شفتوش في ولا موقع غير في موقع واحد اسمه المدار، انا برضو ما لقيتوش في صفحتها الرسمية والاكاونت بتاعها على الفيسبوك. طبعا هي في الفترة بتاعة المحاكمة كانت بتدعي ربنا ان ربنا ينصرها على الكلام الافتراءات اللي كانت طالعة عليها وكده. المهم نرجع لموقع المدار، على فكرة هو آخر تحديث ليه كان في مايو 22. المهم الدكتورة رندا نزلت البيان في 26 مارس، أنا مش عارفة هي نزلته يومها ولا هي الموقع نشره يومها، يوم 26 مارس. في البيان نفت في 12 نقطة الدكتورة رندا اتهامات دفاع محمد الأمين في المحاكمة، وردت على مواضيع زي حكاية ان هي كمستشارة عملت جمع بين منصبين، وقالت مفيش حاجة ضد القانون في الموضوع دوت. كمان ردت في موضوع اختلاس 12 مليون جنيه اللي هو بتاع قيمة شنط رمضان، وقالت ان الاوراق والوثائق كلها موجودة رسمية وممكن الرجوع ليها، واصلا ما كانش فيه هناك اتهام رسمي او تحقيق حتى لحظته. كمان قالت ان كان في تضخيم في المبلغ، فهو رسميا والوثائق 7 مليون وليس 12 مليون جنيه. تم اختيار الدكتورة رندا رزق كمستشار لوزارة التضامن منذ عام 2005، وهو منصب استشاري لا يملك صاحبه حق إصدار التصاريح أو التوقيع على القرارات التي تخص أي إجراء حكومي، ويحق للمستشار أن يجمع بين أكثر من وظيفة غير حكومية طالما لم يتم تعيينه بشكل رسمي كموظف في الجهاز الإداري الحكومي. وأظن ده ردا على الاتهامات إن هي ساعدته في تخصيص الأراضي في بني سويف، وكمان موضوع إن هي جمعت بين وظيفتين ردا على الدفاع بتاعه، اللي هو الدفاع بتاعه نفسه بيعترف إن هو ارتكب مخالفة في القانون. ما علينا. وما تم ذكره من جانب دفاع المتهم بتقاضي الدكتورة رندا مبلغ 500 ألف جنيه هو قيمة العقد الموقع عام 2021 ما بين مؤسسة الأمين ومؤسسة استشارية كان الأمين رئيسا شرفيا لها في ذلك الوقت، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمدة عام على أن يسدد على 4 دفعات، ولم تتلقى الجهة الاستشارية سوى دفعة واحدة بقيمة 125 ألف جنيه، ثم تم إرجاء العقد العام 22 بطلب من الجهة الاستشارية. بخصوص الفتيات المجني عليهن وعلاقة الدكتورة رندا بهن، وهي علاقة التي ذكرها محامي المتهم، تلقت الدكتورة رندا اتصالا رسميا من وزارة التضامن لنجدة الفتيات بعد أن قام المتهم بتسليمهن إلى الوزارة عقب صدور تقارير تدين دون ملابس كاملة تسترهن أو طعام. وقامت الدكتورة رندا على إثر ذلك بتوفير ملاذ آمن ملبس ومأكل ومشرب لهن بالتنسيق مع مديرية التضامن بالقاهرة، وطبقا للتقرير الذي تم إصداره من إدارة الأسرة والطفولة والذي تم عرضه على الجهة المختصة بوزارة التضامن. فيما يتعلق بزواج الدكتورة رندا بالمتهم كما ذكره دفاع المتهم، نؤكد أن الزواج تم بشكل رسمي وعلني، وأن الطلاق تم بعد اكتشاف واقعة التحرش بالأطفال الأيتام وظهور تقارير رسمية تؤكد ذلك، فكان لازما على الدكتورة أن تأنى بنفسها واسمها وتاريخها على تلك الأفعال المحرمة والمجرمة. وده بيان دكتورة رندا رزق ردا على اتهامات دفاع محمد الأمين في محاكمته. طبعا هو كانت الحق يقال كان في
إما ذكر ليها بطريقة رندا ره، أو ره ره، أو المستشارة السابقة وزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي. أنا حتى الآن من الجيل المتعود إن وزارة التضامن الاجتماعي هي الشؤون الاجتماعية، لكن الموضوع 1+1=2 ما بياخدش دقيقة واحدة غير تعرف بالظبط الاسم كامل وتفاصيله بسيرش سهل جدا. هو يعني محمد الأمين مستشارة الوزيرة بيطلع الاسم كامل. دلوقتي علشان الواحد يبقى فار ويعرض كل وجهات النظر أو كل ما في هذه القضية، أنا قلت اللي عمله محاميين محمد الأمين، بس كان كمان في الكلام اللي قاله محمد الأمين نفسه في شهر يناير أيام ما كان في أقواله أمام النيابة في التحقيقات. دوت من جريدة الشروق يوم 11 يناير 22. وهنا في المقالة ديت هو دافع عن نفسه وقال إن أوريدي هو زوج بالفتيات المجني عليه، وإنه اضطر إن يصطحبهن في الساحل الشمالي، وظهرت الفتاة الحاملة التي اتهم بمعاشرتها نهاية بجلب هواتف محمولة لهن ثم سحبها، وطلبوا من وزارة التضامن الاجتماعي. من الآخر هو بيقول إن بداية الواقعة بتبدأ بزج فتاتين عليه من دار في العجوزة رفض قبولهما لكبر سنهما، لأن كل الموجودين لديه في دار بني سويف منذ 2.5 أطفال صغار أكبرهن فتاة عمرها 13 سنة. دلوقتي طلعت إن الدار شغالة بقالها 2.5 وهي رسميا مفتوحة من كلامه من مارس 2021، بس هنا من كلام بيقول إن هي مفتوحة من 2.5. وطبعا هو هنا من الكلام انه هو اللي بيوافق على دخول كل بنت في الدار. وتابع الأمين قائلا: دكتورة من وزارة التضامن اتصلت بيا وقالت لي عندي بنتين في العجوزة على وش جواز محبوسين بقالهم سنة وهم في دار في العجوزة، ولو حد هيتقدم لهم من هناك هيبقى مش كويس، فأخبرتها بأن لا أقبل هذا السن. ثم اتصل بي أحد الأشخاص المسؤولين عن الأسرة والطفولة في وزارة التضامن، أخبرني بأنه معالي وزيرة التضامن بتقولك خدهم جربهم ولو أي خلل منهم رجعهم. واسترد الأمين: أنا قلت له أنا ما عنديش مشرفات تراعي السن ده، ثم أبلغتهم بإني موجود في الساحل بفسح البنات الصغيرين وسأعود في 15 يوليو 21 إلى الدار. ثم طلبت منه مسؤولة الوزارة طلبت منه مسؤولة الوزارة بأخذ الفتاتين معه لقضاء الأسبوع المتبقي. يعني تقريبا هو كان مثلا في الأول أسبوع في يوليو لما حصل ده كل ده، يوليو 21. ثم مسؤولة الوزارة أخذت الفتاتين، طلبت منه بأخذ الفتاتين معه لقضاء الأسبوع المتبقي. وأضاف الأمين: الإقامة كانت في فيلا بصحبة 6 مشرفات مقيمان إقامة دائمة معهن، مشيرا إلى أن الفيلا تنقسم إلى 5 غرف، كل مجموعة بنات بصحبتهم مشرفة لا يتحركون خطوة إلا تحت إشراف المشرفات، وهم موجودين حتى الآن. وفور العودة إلى بني سويف طلبت من مسؤولي الوزارة إرسال باقي الملفات والأوراق الطبية الخاصة بالبنات، وادعوا بأنهم لا يمتلكون لديهم ملفات مش مكتملة، فقررت إجراء الفحوصات لهما على حساب المركز. الفتاة تدعي نقط تثير الغضب تم توجيهها للإرشاد النفسي، أما الأخرى كانت مريضة وتعاني من كثرة الإغماء. تم إجراء فحوصات طبية وعلاجها بمبلغ 7500 جنيه، وكل هذه الإجراءات موثقة إلى أن تحسنت حالتها. وذكر الأمين: البنتين طلبوا أجيب لهم تليفونات، جبت لهم وقلت لهم بشرط أن يكون هناك أرقام مخصصة يتصلون بهم اللي هم المسؤولين عنهم، وممنوع الاتصال بأي شخص آخر. ففوجئت باتصالهم بأصحابهم من القاهرة وشباب وحاجات زي كده، اضطريت أسحب التليفونات منهم. اختتم الأمين: طلبت أكتر من مرة في وزارة التضامن إرجاعهم من العجوزة، رغم كده كانوا في حالة شكر ومحبة مصطنعة الله أعلم أو كانت حقيقية، وبعد كده غيروها وخلوها مصطنعة، لدرجة أنهم لما جم البيت عندي في أحد المرات كانوا بيبوسوا إيدين بناتي على إني أنا عاملهم معاهم وأولادي عاملوهم أفضل معاملة. أنا براعي ربنا سبحانه وتعالى في بنات الملجأ شغال بقاله 2 وعمري في حياتي ما أخطأت وعمري ما عملت شيء غلط، بعملهم زي ولادي الكبار والصغار تماما.
دخلتهم بيتي وقعدتهم مع مراتي وولادي وخليتهم عايشين أحسن عيشة زي بناتي تماما، ويعلم الله إني رعيت ربنا في كل صغيرة وكبيرة فيهم ولم أخطئ نهائيا. واسترد الأمين باكيا: أملت أن أختم حياتي بهذا الملجأ وأقابل ربنا به. ده الكلام اللي قايله محمد الأمين آه، في التحقيقات أمام النيابة. ده طبقا لجريدة الشروق. الشروق على فكرة عندها من أحسن أقسام الحوادث في مصر، ده حقيقي. 23 مايو 22 محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200,000 جنيه بتهمة الإتجار بالبشر وهتك عرض 7 فتيات قُصّر كانوا عنده في الدار. طبعا ده حكم درجة أولى، يجوز الطعن عليه بس بعد ما المحكمة تنشر حيثياتها أو أسبابها. الحيثيات هي الأسباب اللي أدت لإصدارها هذا الحكم، وبناء عليه المحامين بيتحركوا عليه عشان يقدموا أسباب طعنهم في القضية. احنا خلينا بس نراجع تاني ان النيابة استندت لأقوال 13 شاهد وتقارير القومي للطفولة والبحث الاجتماعي التابع لوزارة التضامن. استندت كمان في قرار الإحالة بتاعها لتقرير الطب الشرعي والبحث الاجتماعي والأمومة والطفولة. كانت في الأطباء النفسانيون أكدوا معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي وتعرضهن للتحرش في الدار. النيابة استمعت لشهادة نجدة الطفل القومي للطفولة بشأن الاتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات بالدار الذي يمتلكها. أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق اتجاه الأمور الجنسية. ده الكلام اللي هو كان معلن وقتها في يوم الحكم. خلينا بقى نشوف الحيثيات. على فكرة أنا مش هقدر أقرأ الحيثيات لأن هي اوريدي فيها triggers، يعني trigger warned، يعني لا فيها بلاوي. أنا آسفة أنا قاعدة أشن كل شوية، أنا آسفة. في يوم 19/6 في يوم 19/6 في يونيو صدرت المحكمة أودعت حيثيات حكمها في محكمة الجنايات. والبداية أولا على فكرة أنا عايزة أقول لكم هما نزلوها في جرايد أو مواقع نزلوا بأسامي البنات وده ما كانش مفروض، أو على الأقل كانوا حتى يقولوا مثلا زي بره جان دو 1 2 3 4 5 6، لأن يعني احنا برضو بنتكلم على أطفال وبنات قُصّر، دي هتأثر عليهم في المستقبل، يعني حرام. مذكور في الحيثيات أسامي الدكاترة اللي هم اللي تم الاستعانة بشهادتهم، ومنها الدكتورة منى يحيى توفيق الرخاوي الاستشاري النفسي بدار المقطم للصحة النفسية. منى الرخاوي هي بنت الدكتور يحيى الرخاوي الله يرحمه على فكرة. هنا أنا هقرا، أنا بحاول كل شوية، يعني أنا لما قريت في المواقع طبعا الواحد كان يعني كانت حكاية إن أنت تقرا الحيثيات في قضية زي دي مش سهلة بالكلام المذكور فيها وكده. هوت في مواقع نزلت exactly what happened، ما كانش يعني حتى بدون تحذير، يعني دي حاجة مصيبة لوحدها. أولا من الحيثيات كانت من أهم الحاجات اللي هم أثبتوها تقارير من جهاز القومي للاتصالات إن الهاتف الخاص بالمتهم يتواجد بالمنطقة الجغرافية التي يتم تغطيتها من برج رقم كذا بالمنطقة رقم كذا التي تقع بها دار الأيدي الأمينة بمحافظة بني سويف أيام كذا وكذا 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 من شهر يوليو، وأيام كذا 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 من شهر أغسطس، ومن كذا 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 شهر سبتمبر 2021 اللي هي كانوا البنات بيتهموا فيها محمد الأمين بأنه كان بيبات في الدار وأنه هو اعتدى عليهم. المحكمة كمان قالت أنه ثبت من تقرير البحث النفسي المعد من كل المتخصصين تعرض المجني عليهن لوقائع تحرش جنسي بأشكال مختلفة نظرا لظروفهن الاجتماعية السيئة وتنقلهن بين أكثر من دار رعاية أو ظروف أسرية عسرة جعلتهن بلا مأوى، مما أصابهن الضعف أمام المغريات التي قدمها لهن المتهم، وإن دوت سبب الاعتداء الجنسي عليهم.
وثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة أن المجني عليهن من رقم كذا للرقم كذا، يعني هما مرقمينهم، تعانين من اضطراب نفسي وضعف الثقة في النفس واضطراب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD. واستغل المتهم حداثة سنهن للقيام بهتك عرضهن. ثبت من تقرير النفسي لمستشفى دار المقطم للصحة النفسية أن المجني عليهما الأولى والثالثة أخبرتا المتابعين بحالتهما بالمستشفى تعرضهما للتحرش الجنسي من المتهم. وحيث ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهن الخامسة والسادسة والسابعة أن الاحتكاك الجنسي الخارجي يحدث دون أن يترك أثر إصابة موضوعية يدل عليها، وهو ده بيرد على الكلام الدفاع. دلوقتي يعني كل ده موجود اونلاين، ويمكن انا عملت الحلقة ديت او الحلقتين دولت لان كنت حاسة ان الاعلاميين اللي طلعوا قالوا اصل احنا مش مصدقين الموضوع. لميس الحديد قالت لك انا لم اؤمن بلحظة بهذه الاتهامات. انا جيت حاولت ان انا اغطي كل احداث القضية واسيبها للمستمع ان هو يشوف هل الموضوع بالفعل فيه إن أو إن مفيهوش إن، وإنه بريء زي ما لميس الحديدي وإعلاميين CBC بيقولوا، زي ناس زي مصطفى بكري وكده بيقولوا. بس إحنا طبعا لازم نسأل إزاي تحول الإعلام، نفس الإعلام والمواقع اللي كانت بتدينه كانت دلوقتي بتترحم عليه. طبعا هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتقال في الحالة دي إن هو بين أيادي الله قاضي القضاء. يعني لو هو، يعني أنا عايزة أقول حاجة، سيحاسب حساب إيه بقى لو على التكاية الصغيرة مش بس على البنات واللي حصل في الموضوع ده. بس أنا عندي كمان تساؤل، هل لو كان محمد الأمين من الضفة التانية أو من الإمة التانية زي ما بيقولوا كانت هيبقى فيه التسامح والجماعة لأ لسه نستنى الطعن وكان إن شاء الله هيكسب الطعن، ولا كان الموضوع برضه هيتغير وكان هتبقى الإدانة من أول إلقاء القبض عليه؟ تاني، هي القضية مش سهلة، القضية صعبة. في ناس بيقولوا ان محمد الامين زي جيفري إبستين، لا هو مش زي جيفري إبستين حقيقي، هو يعني اقرب الى جيمي سافل اللي هو سير جيمي سافل. ده كان من اشهر مذيعين الBBC في بريطانيا. الرجل اللي هو كان دي جي في الراديو، بعد كده تحول للBBC للتلفزيون، هو اللي عمل برنامج توبس اوف ذا بوبس، جيلي فاكرو مع رزان المغربي، هو اللي كان عامله في الBBC لما كانت رزان المغربي الممثلة اللبنانية. هي اوريدي كانت مذيعة على الBBC وكانت بتقدم النسخة العربية منه توبس اوف ذا بوبس. وكمان جيمي سافل كان عنده برنامج جيمي والفيكسد دوت، كان الأطفال بيبعتوا جوابات دير جيمي احنا عايزين كذا وهو يحقق لهم الأمنية دي، من وديهم مثلا ديزني، وديهم ياكلوا يزوروا قصر باكنغهام بالاس، الكلام دوت. جيمي سافل في أواخر أيامه تم اكتشاف إنه كان بيعتدي على الفتيات القُصّر في المستشفيات. هو كان على فكرة محبوب جدًا وكانوا الناس شايفين إنه هو كان بيتبرّع ليهم من الستينات. إحنا بنتكلم حاليًا هو توفى. بعد ما توفى ابتدوا الناس تتكلم وطلعت إن كانت في تحقيقات بيتطرمخ عليها وحاجات بتتسكت، واكتشفنا إن جيمي سافل من أسوأ الشخصيات اللي ممكن الواحد يتخيلها. في على الأقل 300 ست، أنا ما بهرجش والله، انتوا ممكن تفتحوا ويكيبيديا أو تقروا الانفستيجيتيف ريبورتس المكتوب عليه في إنجلترا، أو تشوفوا الوثائقي المعمول عليه في نتفليكس. مش أقل من 300 سيدة كانوا بيقولوا إنهم تعرضوا على تحرش وانتهاك وهتك عرض على يد جيمي سافل وهم صغيرين في المستشفيات إنجلترا وهم طلبة. ده غير البنات اللي كانوا بيستغلوهم بقى وقت ايه توب اوف ذا بوبس، واللي كان البروديوسرز في BBC كانوا بيشوفوهم بس كانوا شايفين وقتها وقت الستينات والسبعينات ان ده عادي، البنت عندها 16 سنة ماشية مع المذيع وهو داخل على الأربعينات. جيمي سافل كانوا المصيبة ان هما الناس دلوقتي شافوا
ابتدوا يكتشفوا ان هو كانت في علامات كان بيقولها، او مش علامات، دلائل كانت فيه الناس مش واخدة بالها. مثلا ان هو كان بيعمل البرسونا او الشخصية ان هو جيمي جالكو خبوا بناتكو الكلام دوت، الرجالة ما بتحبنيش عشان انا بخطف بناتهم، انا بعاكس بنات ثانوي، الكلام دوت. وكان البريطانيين فاهمين ان هو بينكت، ها 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 ها. طلع ان هو ما كانش بينكت، وده حاجة يعني سايكوباث رهيب. ده غير كان في اكتشاف تاني ان هو كان اكتشفوا ان هو كان ليه كتاب او زي مذكرات دينية، او مش مذكرات دينية يا ربي، هو كاثوليكي، فكان دايما بيتكلم على الغفران والاعتراف وكده. فدلوقتي لما الناس شافوا الجانب الأسود من القمر أو الجانب المظلم من القمر، ابتدوا تكونكت ذا دوتس، انهم يعملوا النقط. ان جيمي سافل كان يمكن شخصيته كانت بتعتمد ان انا هعمل بلاوي، لكن في نفس الوقت انا هعمل خير كتير عشان يشيل لي من مصايبي. انا حتى الان شايفه ان الموضوع يعني هو الراجل توفى وكل حاجة، هو وجيمي سافل وكل الناس دولت قدام ربنا، يعني خلاص انت قاضي القضاء بقى، مفيش اي تهاون فيه، مفيش قانون وضعي ارضي، مفيش ان احنا نهرب بسبب مركزنا الاجتماعي وموقفنا. نسيت اقول لكم ان هنرجع تاني لموضوع محمد الامين، ان القضيه بتاعته كان المفروض الطعن عليها، سواء المحكمه تقبل الطعن او ترفضه، كان المفروض كان يوم 28 يناير 2023. طبقا للتقارير الصحفيه اصيب محمد الامين بالسرطان اثناء تأديته او اثناء فتره سجنه، و لكلام هو أصيب بسرطان الرئة من الدرجة الرابعة، وعيلته طلبت نقله من السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقتها أسرته عرضت على لجنة طبية للحصول على إفراج طبي بسبب الإصابة بمرض السرطان، والراجل توفى في ديسمبر. وفي خبر جديد أنا هزوده قبل ما أنشر الحلقة دي، هو نزل يوم الاثنين 26 ديسمبر. أنا كنت قلتلكوا اوريدي إن الجزء الأول والتاني من الحلقة اتسجلوا ورا بعض، بس ده كان خبر مش ما أقدرش إن أنا أتركه كده، يعني هو خلاني أغير الجزء الأخير. إن الاثنين في 26 ديسمبر أصدرت الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بوزارة التضامن الاجتماعي قرارا بتوثيق أوضاع مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية التي أسسها رجل الأعمال الراحل محمد الأمين في عام 2021. أيوة، تم إصدار قرار بتوثيق أوضاع مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية، ومجال أعمالها تشمل المساعدات الاجتماعية بوصفها المجال العمل الرئيسي. أنا مش عارفة أقول إيه بصراحة، واللي هقدر أقوله إن دي كانت نهاية حلقتنا، وهي نهاية حلقتنا في سنة 22. وأنا شاكرة جزيل الشكر لكل حد سمع في الكام شهر اللي فات الحلقات ديت، على راسي من فوق، وأنا متشكرة. وكل سنة وانتوا طيبين انتوا وحبايبكم، وإن شاء الله نتقابل قريب بإذن الله. وشكرا جزيلا، وكل سنة وانتوا طيبين.